أن من واجب الوقت أن نتحدث عن آداب التعامل مع الهواتف المحمولة والتفرقة بين الحلال والحرام. لا يجوز بحال من الأحوال للإنسان أن يستخدم هاتفه في أثناء خطبة الجمعة والإمام يخطب. لا يجوز بحال من الأحوال أن يشاهد الإنسان منا فيديو حتى وإن كان للعظة والعبرة في وقت دفن الميت، أو في وقت سماع القرآن في سرادقات العزاء، أو في وقت الناس فيه يتألمون فتخرج حضرتك وتلاقي التليفون بتاعك عليه مقطع بيغني. يبقى أنت حضرتك جيت مخالف لمقتضى الحال. تعلمنا في أزهرنا الشريف إنه البلاغة هي مراعاة مقتضى الحال، والدعوة من فنونها مراعاة مقتضى الواقع، ويجب على الإنسان أن يتعلم إدراك الواقع جيدا، وأن يدرك واقعه بتأمل وتفكر وتدبر وفهم، وأن يستعين بالله في فهم واقعه، يفرق بين الحلال والحرام، الجائز والمباح والمكروه والواجب. الناس في زماننا جعلوا كل متاح مباح، والأصل أنه ليس كل متاح مباح. مش معنى أن حضرتك متاح ليك أنك يبقى ليك صفحة تأخذ هذه الصفحة طريقة للتجسس والتلصص والدخول وإلقاء الفتوى وأن تذيع ما تريد وأن تتحدث بما تريد وما تشاء. وبعدين نحن في زمان يجب أن يراجع الناس فيه أنفسهم. حادث بيحصل على الطريق الصحراوي، وبدل ما الناس يغيثوا الملهوف اللي قام بالحادث بيطلع التليفون وقف يصور. بتصور ليه؟ عشان اعمل ترند. ترند ايه؟ الله يا اخي، اغاثة الملهوف من واجبات الشرع الشريف. انت بتصور ايه دلوقتي؟ حريق يصور، فتاة لها امر ما يصور، فضيلة الستر غابت عن صفحات التواصل، كشف المستور، يتحدثون فيما يعرفون وما لا يعرفون، وكل يهرف بما لا يعرف. أنسيتم؟ ألم يرد عليكم ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أخبر من يعمل عنده أن يذهب إلى رسول الله وأن يخبره بما فعل من فاحشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت سترته بثوبك لكان أولى لك مما فعلت به. الستر فضيلة ونعمة وخلق، ولا يجوز للإنسان أن يهتك ستر الناس ويتحدث بكل شيء تحت مسمى الحرية وتحت مسمى كذا وكذا وكذا، لأنه القيم والأخلاق والفضائل تنمو وتزدهر في ظل إعمال العقل. ومن أولى أولويات التعامل وضوابط التعامل مع الهواتف النقالة ووسائل التواصل وشبكة الإنترنت والشبكة العنكبوتية عموما ووسائل التكنولوجيا الحديثة، أولا أن يتعامل الإنسان بضوابط أخلاقية وفهم علمي. ما الشيء الذي أتركه أثر أستفيد منه ويستفيد منه الناس؟ ما هو الذي سأحاسب عليه بين يدي ربي؟ خطورة الكلمة أنها ربما تخرج الإنسان من الدين، وربما تمنع للإنسان أن يعيش مع زوجته في بيت في الحلال إذا قال لها أنت طالق. الكلمة خطيرة، فلا تستهين بالكلمة، لا مكتوبة ولا مسموعة ولا مرئية ولا مشاهدة. ثانيا، البحث عن المال السريع والشهرة السريعة، والبحث عما يسمونه في زماننا بالترند، أصبح أمرا يجعل الكثير من الناس يستغني عن كثير من القيم والأخلاق بزعم أنه يريد الوصول. أي وصول هذا؟ يا سادة، إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده، ويجب على الإنسان ألا يستعجل الشيء قبل أوانه، فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. حضرتك لازم وانت بتستخدم الهاتف أو اللابتوب أو الآيباد أو الكمبيوتر تعلم أن لك تأثير، وأنك قد خلقت في هذه الأرض لتكون خليفة لله في أرضه، وقد استخلفك الله جل وعلا لإعمار الأرض وترك الأثر.
قال تعالى في كتابه العزيز: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقال الله جل وعلا: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. قضية الاستخلاف تحتاج إلى فهم وإلى وعي وإلى بناء عقلية فارقة بها يواجه الإنسان التحديات ويعرف كيف يستفيد من الخطر، لأنه حضرتك النار تحتاج إليها لطهي الطعام وعمل القهوة وعمل الشاي، لكن إذا زادت عن حدها حرقت وأهلكت. الماء لما حضرتك الإنسان بيشرب منه إذا زاد عن حده أهلك. حتى في حمام السباحة أو في البحر يحتاج الإنسان إلى فيه كيفية تعلم السباحة وكيف يتعلم أن يكون في هذا الماء عائما، إنما لو رمى نفسه دون ما أن يتعلم هلك. في زماننا إذا نجح الطفل في الكي جي 1 أو في الحضانة، الأب أول حاجة بيعملها يروح محل الهواتف ويجيب له هاتف ويجيب له شريحة ويعمل له باقة، يشيل له قنبلة موقوتة ويقول له اتفضل، ويتركه للزمان. هو الزمن لا بيعلمه كيفية تعامل ولا ضوابط ولا متابعة ولا ما يقول. هو طفل صغير يرى ما يرى ويسمع ما يسمع. هل تعلمون أن في بعض ألعاب السوشيال ميديا أو الألعاب الإلكترونية فيها بعض الألعاب التي تأخذ أو تسلب عقول الأطفال نحو ما يسمونه بالمثلين وما يسمونه بالإلحاد والدعوة إلى الدين الإبراهيمي والدعوة إلى السلام العالمي والدعوة إلى اللادينية، والناس تائهون. يقول لك يا راجل المشايخ بيكبروا الموضوع وبيقولوا كلام مش حقيقي. تابع ولا تكن تابع، غادر وإياك أن تكون غادر. طيب خد كلامي على محمل أنه كلام يحتاج إلى إعادة نظر، واقرأ وعيش في المشهد وعد إلي وحدثني وناقشني. الأمر فيه من الخطورة ما يدعو إلى أن تكون هناك بعض الدروس الدينية في المساجد والمعاهد والمدارس لبناء الوعي، لأنه النهاردة الحروب في زماننا لم تعد حروب أسلحة، أصبحت حروب يسمونها حروب الجيل الرابع والخامس عن طريق الهواتف، لأنه يغزو العقول ويغزو الأفكار بالشائعات وبالحديث عن الهوية وبالحديث عن الانتماء، ويميع قضية الانتماء للإنسان ويخلط بينها وبين الولاء والبراء. ونجد التطرف الديني اليميني يأخذ الناس إلى البدعة وكذا 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 وكذا، يعني يبقى قاعد بيشتغل في حاجات كلها مبتدعة وقاعد يبدع في الدين ويفسق في الدين فيما لا طائل من وراء، دون ما أي فهم ولا إدراك لا الواقع ولا لأي شيء، يبدع وبس. وحرام حرام حرام، متخصص في إيه؟ متخصص في حرام بس كده عشان يبقى بتاع ربنا. ويضر من حيث يريد النفع ويفسد من حيث يريد الإصلاح. أولا ليس بمتخصص، حاجة غريبة جدا تجد من يسأل المتخصص. التخصصات العلمية الدقيقة في الأزهر الشريف تجد متخصص في الفقه ومتخصص في التفسير ومتخصص في الحديث ومتخصص في البلاغة وفي النحو وفي الصرف وكذا وكذا، تخصصات دقيقة. يسأله سائل يأخذ الجواب ويذهب لآخر فيسأله ويجد عنده جوابا، فيقول لك احنا احترنا في وسط المشايخ. ما حيرك أحد، انت اللي حيرت نفسك. ليه؟ لأنه بمشاهدة الداعية أو فلان اللي طلع على الشاشة بقى شيخ. ده انت حضرتك النهاردة بتركب أوبر أو بتركب تاكس مع الشخص السائق عزه الله، راجل محترم، تلاقيه سمته جميل وملتحي، فتلاقي الأخ اللي جنبه سأله سؤال وتلاقي السائق بيرد، وحضرتك تبقى قاعد وتسمع في الإجابات أشياء لا علاقة لها بالعلم أصلا. يا اخوانا اللي بتعملوه ده بتعملوه على اي اساس؟ تيجي تسأل السائق حضرتك خريج ايه، تلاقي الراجل اعزه الله وبارك في عمره ما تخرجش من الاعداديه. طب اللي انت بتجاوب عليه ده مسألة مواريث ومسألة طلاق، على ما تجيب
ايه الادوات اللي حضرتك حصلت عليها عشان تجاوب؟ اللحية بس؟ انك سمتك حسن وعلامة الصلاة في وشك بس؟ هل هذه تعطيك الصلاحية لهذه الإجابة؟ ده كده خطر. وبعدين يا سائل، مش في عندك مؤسسات علمية معتبرة؟ مش في عندك مؤسسة دينية فيها أزهر شريف ومجمع بحوث ودار إفتاء ووزارة أوقاف ومجلس أعلى للشؤون الإسلامية، وكيفية الوصول إلى هذه الأشياء أصبح من السهولة واليسر بالخط الساخن؟ فيعني سؤال يأتيك عبر مواقع التواصل، فتلاقي واحد بعت لك على الماسنجر سؤال: أنا قلت لمراتي كذا كذا كذا، أنا حلال ولا حرام؟ أعمل إيه؟ وهل يجوز للشيخ أن يفتي بهذه الطريقة؟ وهل هذه طريقة لسؤال إنسان سيعود إلى بناء عمل زوجي وحياة زوجية مع زوجة انفصل عنها بالكلام؟ لا، كل هذه الأشياء متاح بس مش مباح. يجب أن نراجع أنفسنا. يجب على العقل أن يتأنى في فهم الواقع وفي إدراك الواقع وفي إسقاط النصوص على الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن هنا يجب علينا أن نفهم وأن نتعلم حتى نتكلم وأن ندري، واللي ما نعرفوش نتعلمه، لأنه الشباب الآن أصبحوا على دراية علمية كاملة. صحيح الوعي بيزيد يوم عن يوم، صحيح انه مش زي ما كنا في 2011، اصبحنا في 2015، اصبحنا في 2020، اصبحنا في هذه السنة وفي هذا العام، لكن يجب على الانسان اذا اراد ان يدخل الى عالم غريب ان يتحرى معرفة هذا العالم وفهم الادوات التي يستخدمها من يعيشون حوله من هواتف محمولة ومن ضوابط لمواقع تواصل ومن قناة على يوتيوب ومن صفحة على فيسبوك أو على الانستجرام، لأنك تترك أثرا. القرآن بيقول: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. حضرتك بتسجل على نفسك، تسجل على نفسك ما تفعل في هذه الحياة ويبقى الأثر، وده هيبقى إلى يوم القيامة وستحاسب عليه، لأنه ما يلفظ من قول، القول هنا يدرك به الفعل. يعني كتير من الناس مش فاهم انه لو كتب الزوج لزوجته على تطبيق الكتروني انت طالق وقع الطلاق، يقول لك لا، ده الطلاق لازم يكون باللسان وبالقول وبالمشافهة وعند المأذون وبالأسيمة. هنا الخطورة في فهم استخدام الأدوات التي في يده والحلال والحرام. الإمام قبل أن يدخل للصلاة أصبح الآن من أدبيات الصلاة أن الإمام يقول: استقيموا يرحمكم الله، أغلقوا المحمول. وأثناء الصلاة والإمام يقرأ ويضرب جرس واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة، مع أنه اللي مشغل الهاتف ده مش هيرد عليه ومش هيطلعه أثناء الصلاة يقول له أنا بصلي وهرد عليك بعد الصلاة، لكنه أخرج نفسه من الخشوع وأخرج من حوله من الخشوع. وربما زاد الأمر في أنه يكون حاطط نغمة فيها أغنية أو فيها شيء يخرج عن ضوابط التواجد في المسجد وقدسية المسجد والاستضافة في بيت الله. كل هذه الأشياء تحتاج إلى إعادة نظر، تحتاج إلى إعادة نظر، تحتاج إلى فهم واعي. الأطفال أصبحوا الآن يدمنون هذه الأشياء لرؤيتهم للكبار. النهاردة لو دخلت على بيت مكون من 5 أفراد، أسرة واحدة وعايشين في مكان واحد، هم عايشين مع بعض في غرفة واحدة، إنما قلوبهم وعقولهم وألسنتهم مش مع بعض، كل واحد في عالمه مع هاتفه يغوص في أعماق عالمه. ده بيحدث ده في العالم الآخر وده في الدولة التانية، وهذه تحدث زميلتها عن الطبخ وعن والطفل بيلعب في الجيمز، والناس مشغولون عن بعضهم البعض. ثقافة الاستغناء عن هذه الأشياء. يجب على الآباء أن يحددوا الضوابط وأن يضعوا هذه الضوابط وأن يجلسوا مع أنفسهم. أنت بقى كشاب كبير أو كراجل كبير يجب أن تضع ضوابط، لأنه الوقت اللي أنا جاي أقعد فيه في البيت أصبح للأسرة فيه وقت، يبقى ده لازم يتقفل أو يتمنع أو يتعامل على وضع طيران أو ما ردش دلوقتي، إن ده وقت الأسرة، هذا وقت البيت، وده وقت العلم، وده وقت الورد القرآني، وده وقت الذكر، وده وقت الصلاة، المثول والوقوف بين يدي الله عز وجل.
لأنه من ضوابط التعامل إن حضرتك لما بتدخل على كبير من كبراء الدنيا أو زعماء الدنيا، أول حاجة بتسلم الهاتف بره. أول حاجة لو ما سلمتوش بتقفله قبل ما تدخل. ما ينفعش تكون بتتكلم مع مسؤول كبير ويقعد كل شويه التليفون بتاعك يرن وتنشغل عنه تقول له عن اذنك هرد، عن اذنك. ما ينفعش. ويمكن كلنا مرينا بهذه الاشياء، دخلنا الى اماكن كبيره وتعلمنا انه من ادبياتها غلق الهاتف المحمول او تسليم الهاتف المحمول بالخارج او. طب اللقاء مع الله سبحانه وتعالى الا يستحق هذا الكلام؟ ما تحدثت في هذا الامر الا لشيوعه، واصبح شائعا وتفشى في امر الواقع، واصبح كالنار، يعني شايفها كده تحترق. شايفين الامر كل يوم بيتزايد، ولذا وددت ان ننتبه من باب اعلام الناس واخبار الناس بالانتباه الى ما يحاك لنا وما يدور حولنا. هل هذا معناه ان كل استخدام مواقع التواصل او التطبيقات الالكترونيه او الهواتف المحموله فيها فساد؟ ابدا. مين قال كده؟ مين قال كده؟ ده اصبحت وسائل تسهل علينا الان تخريج الاحاديث واعداد الرسائل العلميه وكذا وكذا وكذا، والكتابه يسرت على الناس كثيرا في امور الحياه. أصبحنا نجد الآن فيديوهات لكل السادة الأكابر من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. نجد تراث علمي على فلاشة صغيرة كده، حضرتك بتروح تجيب مكتبة عليها آلاف الكتب من غير ما تدفع النهاردة آلاف الجنيهات مثل ما كنا نفعل في السابق. البحث العلمي اللي كان بيستغرق 50 60 100 ورقة، كنت حضرتك بتجيب 10 15 كتاب تحطهم حواليك ونحن طلبة في الإعدادي والثانوي. أصبح الأمر الآن أسهل بكثير من خلال المكتبات الإلكترونية والكتب العلمية والPDF وهذه أشياء يجب أن يغتنمها الإنسان لمصلحة الناس ولتعليم الناس ولإفهام الناس. ولذا ندعو الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقض الدين عن المدينين وفك كرب المكروبين، اكشف الهم عن المهمومين وأزح الغم عن المغمومين، اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اكتب يا ربنا للحاضرين والسامعين والمشتاقين زيارة عاجلة إلى بيتك الحرام، وأذلنا بالحج وبالوقوف على جبل عرفات هذا العام، ومتعنا برؤية الحبيب المصطفى في المنام. اللهم لا تقطع القرآن من بيوتنا واجعله ميراثا لنا في أولادنا وفي ذرياتنا من بعدنا. اللهم ارزقنا ببركة القرآن وأسعدنا بالقرآن، نور قلوبنا وبيوتنا وحياتنا وقبورنا بأنوار القرآن. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، والطف بأهلنا في غزة، وكن لهم عونا معينا ناصرا نصيرا، وردهم إلى بيوتهم وديارهم سالمين غانمين، وأعنهم على ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم رب لنا أولادنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصلاة والصيام والقيام. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وارحم آباءنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومن علمنا ومن له فضل علينا. يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب، تشفعنا بالحبيب اقض حاجتنا قريب. اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام. يا عالما لا يعلم، صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمود الأديبي على